بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله أيامكم وأوقاتكم بكل خير. نلتقي بكم في حلقة جديدة ومتجددة من برنامج معذرة والصلح خير، ونرحب بكم من خلال هذا المباشر الذي تبثه قناة القرآن الكريم الخامسة من الجزائر. وعلى مدار ساعة كاملة سنتحدث ونعرض قضاياكم، خلافاتكم، نزاعاتكم، ونبحث مع بعضنا البعض عن الصلح وعن إصلاح ذات البين بوجود ضيفنا الكريم فضيلة الدكتور السعيد بويزري المتواجد معنا ومعكم من أجل إصلاح ذات البين، استنادا دائما إلى الكتاب والسنة النبوية الشريفة والسيرة العطرة. نرحب بكل من يتواصل معنا من خلال هذا البرنامج ومن يلتقطنا عبر الأقمار الاصطناعية. تحية طيبة للجالية المسلمة بالمهجر، ولكم مني تحية الفريق التقني العامل معنا هذا المساء. ما زلنا نتواصل معكم من خلال قضايا العقار وفي جزئه التاسع بحول الله تعالى، ونحن نجتمع بكم في هذه السهرة بفضل الله تعالى. أول ما نستفتح به هذه السهرة المباركة علينا وعليكم نرحب بفضيلة الدكتور السعيد بويزري الرجل المصلح. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك؟ بخير الحمد لله. أراك تكتب دكتور. نسأل الله دوام النعم. وقضايا الناس لا تنتهي. لا تنتهي خاصة مع الصيف. نعم. يعني حضور الصيف يعني هو شيء جميل، الناس ترتاح يقينا. نعم. ولكن دخول المغتربين مرحبا بهم، وعطلة التلاميذ وعطلة كذلك كثير من الموظفين يخلي الأسر تلتقي. ولكن لا بد من بعض التوجيهات في هذا المجال. المفروض يجتمعون باش يرتاحوا باش يفرحوا مع بعض، ولكن أحيانا بعضهم يختلفون. يجبدوا الملفات الدوسيوات القديمة وبعدين يختلفوا. نسأل الله العفو والعافية. وتكون البداية بحول الله تعالى عندما يجلس معهم فضيلة الدكتور السعيد بويزري بالصلح بحول الله تعالى، والصلح خير. إذن دكتور، في المرة الماضية في الحلقة الماضية وعدنا المشاهد الكريم بأجوبة فضيلة الدكتور بالنسبة لبعض القضايا التي جاءتنا عبر البريد العادي. كنا قد تكلمنا عن السيدة العماري زهرة، ولكن هي في نهاية المطاف تقول أنها تريد الجواب عن طريق كتابي لأنه ما عندهاش تلفزيون. نقرأ القضية تاعها ممكن؟ ممكن. نعم. إذا العماري زهرة تقول باللي تقدم للخطبة تاعها رجل مغترب، توفيت الزوجة تاعو وعنده 7 أولاد وكلهم متزوجين، ورفضوا الزواج بهذه السيدة. المهم تقدم لخطبتها، ما جوش العائلة تاعو، جات أحد القريبات تاع السيد وتقول الأنسة العماري زهرة بأنها شكرته بزاف، يعني وصفاته بإنسان خير وما شاء الله ولبس عليه، ويمكن أنه يفتح يعني البيت الزوجية مرة أخرى. ولكن بعد الزواج الذي كان فقط بالفاتحة وبدون عقد إداري، لأنه هو اللي شرط أنه يتزوج بها بالفاتحة، رفض العقد الإداري حتى الآن. تقول منذ زواجي به أقوم بكل واجباتي كزوجة، ولكن هو علبة دواء الثمن تاعها 100 دينار جزائري، يعني 10,000، ما يشريها لهاش كي تمرض. الجواب في كتابة: يا دكتور سعيد بويزري، ليس لدي تلفزيون. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معاشر المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا، بسم الله، السلام نوان ذي ذويل تنوان، والصلح خير. إذن كما قلت الأخت نجاة، كما وعدنا السادة المشاهدين بالإجابة. نعم. بالنسبة للأخت زهرة، عندي تعليقات خفيفة على موضوعها. نعم. وطبعا الجواب سيرسل إليها كتابة كما جاء كتابة. نعم. أولا بالنسبة لرفض الأولاد لزواج أبيهم، ظاهرة. يعني راجل ماتت زوجته، انتقلت إلى الرفيق الأعلى، عنده أولاد، فيه ظاهرة الأخت نجاة، والناس كثير الناس يعرفوا هذه الظاهرة. الأولاد يقفون بالمرصاد ضد والديهم، يقولوا له يمانا ماتت ما كانش اللي يعوضها، ويخليوا باباهم يتهان يضيع وما يهمهمش.
بعض الأولاد يقدمون خدمات، أولاد ذكور وإناثا لوالدهم، يقولوا واش تحتاج رانا هنا، ولكن ما نقبلولكش تتزوج. وبعض الأولاد يمنعوه من الزواج وما يخدموهش يعني ويضيعوه. وطبعا نقول لهؤلاء الأولاد اتقوا الله، اتقوا الله عز وجل. الشيء اللي راكم ديروه مخالف للشريعة الإسلامية وهذا ضرر. ورب سبحانه عز وجل شرع الزواج. إذا كان بغى ما يعودش الزواج هو حر. نعم. ولكن ما ننساش أن رب سبحانه عز وجل قال لتسكنوا إليها كما ورد في سورة الروم: ومن آياته إن خلق لكم من أزواجكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. اللي يخدم مخه. لذلك هذا ما قالش القرآن الكريم الزواج غير على الصغار. واحد ما عنده 60 سنة 70 سنة مات المرأة نتاعو عنده حق الزواج، وربي قال هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. الزواج هذا سترة. لذلك نقول الأولاد هذو يتقوا الله عز وجل. هذه رسالة نوجهها بشكل عام لكل من يرفض زواج والده بعد وفاة والداتهم. حنا ماناش عارفين شكون يموت الأول، ولكن احذروا. إذا كان هو ما بغاش يتزوج هو حر، ولكن إذا أراد الزواج فهذا حقه الشرعي. النقطة الثانية اللي نعلق عليها في موضوع الأخت زهرة، نقول أنه هذاك الكلام اللي وصل على هذا الرجل أنه إنسان مليح وإنسان حاج بيت ربي وكذا وكذا، ولكن للأسف يعني الزواج تم بالفاتحة فقط. هذا خلل آخر يقع فيه بعض الناس. كي يتزوج امرأة يدير لها شرط يقول لها الزواج غير بالفاتحة، ما كانش عقد مدني، ما كانش عقد إداري، على باش يتملص من واجباته. كاش ما كان يقول لها روحي وخلاص. نقول حرام عليكم. علاه؟ لماذا تضيعون هذه المرأة؟ وبعضهم يشترطون عليها عدم الإنجاب. نعم. كي تكون ربما واحد عنده 50 سنة 60 سنة ولا يزوج بواحدة صغيرة وكذا. نعم. 40 سنة ولا، وبعدين يمنعها من الزواج من الإنجاب. يقول لها لا مادام هو عنده أولاد. نعم. هو عنده أولاد ربما كثير، ربما شيبوه، يقول وبعدين يحرمها من الإنجاب. نعم. وهذا شرط يتنافى ومقتضيات العقد. حتى القانون تاعنا بالمناسبة كيتكلم عن في المادة 19 قانون 84/11 قانون الأسرة، المادة 19 تتكلم على الشروط. الزوجان عندهم حق الاشتراط، يديروا الشروط، ولكن من الشروط الممنوعة إذا كان شرط يتنافى ومقتضيات العقد. والشرط عدم الإنجاب من الشروط التي تتنافى ومقتضيات العقد. نعم. بأي حق يحرمها من الإنجاب. وربما بضغط الأولاد أيضا. يقولون موضوع الميراث والأموال للأسف يعني يا ناس اتقوا الله. هذا الأرض كما نقول لكم دائما نذكركم ونذكر أنفسنا بقوله تعالى ولله ميراث السماوات والأرض. هو ربي يورث كل شيء، والله ما يبقى ولا شيء في الدنيا هذه، كل من عليها فان، يبقى غير ربي سبحانه عز وجل الحي الذي لا يموت. إذن اتقوا الله. واحد الحسابات اللي كالكول حسب علاه نديروا كل هذه الحسابات؟ عندنا ميزان شرعي، كل إنسان عنده رايه. صح. نعم. لو كان كل واحد يفوت رايه في الدنيا هذه خلاص يصير خلل في الكون. نعم. يصير خلل في الحياة. ولكن كي يكون أي إشكال نرجع إلى شرع الله عز وجل. ربي قال في سورة الجاثية اللي بغى يرجع عليها في الآية 18، ربي يقول ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. صار خلاف الآية التي نذكرها دائما وباستمرار نذكر بها أنفسنا باستمرار، سورة النساء الآية 65 فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذن منع أو يعني عدم تسجيل عقد الزواج هذا أيضا خلل. يولي هذا عقد زواج مغفل، لازم يسجل بارفوا دو جوستيس عن طريق المحكمة بأثر رجعي. إذا قرأ الفاتحة مثلا في 2011 هذا عقد زواج شرعي. نعم. الآن الأخت زهرة تطالب بحقها في تسجيل عقد الزواج، ولكن يعود إلى ذلك التاريخ. معنى القاضي يأمر ضابط الحالة المدنية يعني اللي هو رئيس البلدية والنواب نتاعو، يأمر باش بتسجيل عقد الزواج بين فلان وفلانة بأثر رجعي يعود إلى التاريخ الحقيقي للفاتحة أو للزواج. تعليق الأخير الإهمال. نعم. الدواء. نعم.
يا عجباه سبحان الله. هو ربي قال الرجال قوامون على النساء، الرجال قوامون على النساء، معناه لازم تنفق على زوجتك، راهي أمانة في رقبتك، قولي اتق الله. هذا واش خاصة إذا مرضت. نعم. والآن إن شاء الله سأخاطبها يعني كتابة بالتفصيل. نعم. إن شاء الله. نعم دكتور، نعود إلى محمد من سيدي بالعباس. يقول أنه يعني أمر عاجل بالنسبة للبريد العادي. يقول كان في عمره 17 سنة وكان عنده صديق في نفس السن تاعو. ممكن الأخت نجاة نظرا لخصوصية الرسالة اعتبرت الجواب عنه ربما قضية يعني فيها شوية. نعطي فقط تعليق. نعم. يعني الأخ محمد سيدي بالعباس، قضيتك نحن نحترم الأسرة كل الذين نعم. يتابعوننا. نعم. إن شاء الله نطالبه باش يراسلنا، يبعث لنا التليفون نتهاتفوا معه، كاين أمور لا تذكر. نعم. على محمد مستوى بن سيدي بالعباس. نعم. نعم. ولكن نعم. فقط الجواب العام. الأخت نجاة أنت قرأت الرسالة وأنا قرأت الرسالة. نعم. نقول له يا الأخ محمد من سيدي بالعباس، نقول له قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. نعم. معنى الذنب الذي ارتكبته ذنب كبير جدا، ولكن ثق في الله عز وجل أن الله تواب رحيم غفور. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. يقول في حديث آخر: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. ويقول رب سبحانه عز وجل: إن الحسنات يذهبن السيئات. نصوص كثيرة في القرآن والسنة تعطي لك البشرى، وتعطي البشرى لكل الذين عصوا الله عز وجل والذين أذنبوا في حق الله وفي حق العباد. ربي يقول لهم: ما تخافوش، عودوا إلى الله عز وجل بتوبة نصوح. التوبة النصوح 3 شروط: الشرط الأول الندم. نعم. والندم توبة. نعم. الشرط الثاني الإقلاع عن ذلك الذنب. الشرط الثالث العزم مستقبلا أن لا يعود الإنسان إلى ذلك الذنب. وإذا تعلق الأمر بحق من حقوق العباد يطلب العفو من ذلك العبد المظلوم. إن شاء الله. دكتور بن كموش ربح من قلمة يقول بعث برسالة وقل: تلقيت منك فضيلة الدكتور سعيد بوزري مكالمة هاتفية بتاريخ 24 فبراير 2014، وهذا التاريخ كان يقول منعرجا في حياتي. قال هكذا: عمي السعيد، أنا الأخ رابح من بلدية حمام دباغ بولاية قلمة، أملي الوحيد أن نلتقي بك بحول الله تعالى في المستقبل القريب. دكتور الله يبارك فيك يا سي رابح. إن شاء الله اسم على مسمى. يقول لك: كل من له اسم له من اسمه نصيب. اللي اسمه صالح إن شاء الله عنده صلاح، اللي اسمه رابح إن شاء الله يربح. أخ رابح نبادلك نفس المشاعر، نقول لك ربي يجازيك خير وربي يحفظك كما تحب نحبوك وكما تعز نعزوك، وإن شاء الله تكثر هذه المشاعر فيما بيننا، وهذا هو المطلوب. لأن ربي سبحانه خلقنا باش نتعارفوا ونتحابوا ونتعاونوا، وما خلقنا لا للنزاع ولا للأحقاد ولا للأحسد، ولكن نلقى الله عز وجل بقلوب سليمة. وهذا شرط استحقاق للجنة إن شاء الله، كما قال القرآن: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أما دعوتك للحضور إليكم من شر زيارتكم، نسأل الله أن ييسر ذلك. عندنا أحباب كثيرين يعني في قلمة، قائمة طويلة إن شاء الله على رأسهم طارق ورابح والجميع إن شاء الله نزورهم إن شاء الله في الوقت المناسب إن شاء الله في الوقت المناسب. ما هو الجديد دكتور بالنسبة لمسعود من فرنسا اللي تواصل معنا من خلال برنامج صلح وخير عندما عرضنا قضايا العقار، واللي كل محاولات تاعو لامتلاك سكن بالجزائر باءت بالفشل. ما هو الجديد بالنسبة لك يا دكتور وأنت تابعت هذه القضية بعد نهاية البرنامج؟ نعم، بعد نهاية البرنامج تابعت هذا الموضوع، وعندي خبر إن شاء الله سار لك ولأمثالك يا سي مسعود من فرنسا، أنه تم تشكيل لجان على مستوى وزارة السكن الجزائرية. الغرض هو البحث في الشروط التي يستفيد من خلالها يعني هؤلاء الناس يعني اللي خارج الوطن بسكن في الجزائر. تعرف في الجزائر كاين شروط، مثلا في اللي يملك 10 ملايين عنده راتب 10 ملايين أقل أو أكثر. كاين تفاصيل يعرفها المهتمون يعني.
ولا بالنسبة لأبناء اللي راهم عايشين داخل الوطن. اللي عايشين خارج الوطن مادام عندهم عملة صعبة يعني بالدوفيز، فبالتالي إذن فيه هذه اللجان تبحث هذه الأيام في الشروط والتسهيلات، هذا الذي يهمنا كثيرا، والتسهيلات التي تمنح للمغتربين للحصول على سكنات في الجزائر. وأنا أيضا ألتزم يا أخي مسعود لك ولأمثالك أنه كل ما يكون عندنا جديد نذكره إن شاء الله تعالى، ويكون عندكم سكنات في بلادكم، ومرحبا بكم في وطنكم إن شاء الله. دكتور رقية من فرنسا، بالنسبة تشكر برنامج والصلح خير، تأثرت بحالة السيدة نصيرة اللي كنا زرناها في بيتها. دكتور ليس بيت، قلنا إن كافو ما عندهاش سكن. نعم. وكانت القضية تاعها النصب والاحتيال من طرف السيد يعني اللي شرت عليه البيت. تقول تملك بيتا بعين البنيان. ما الجديد دكتور؟ لأن أنت اللي جبت المفاجأة قبل بداية البرنامج بثواني. تفضل دكتور. والله غير هذا الجديد أبدأه بقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. يعني الأخت رقية من فرنسا، ربي إن شاء الله يحفظها، وربي يعلي شانها، وربي يرفع قدرها، وإن شاء الله ربي يحفظها ويسترها في الدنيا وفي الآخرة. إن شاء الله. تابعت البرنامج كما قلت، تأثرت بالحالة نتاع السيدة نصيرة، ورسلت مراسلة إلى المكتب، والمكتب أخبرني، وبعدين تواصلت معها هاتفيا وفرحت كثير. وقت ما ننساش نظرات نتاع وليد السيدة نصيرة من خلال الشاشة في برنامج الصلح خير، فتحركت مشاعرها الإيمانية وقلبها الرقيق والحنان الذي ملأ قلبها. قالت أنا ألتزم باش نعطي لها السكن نتاعي تستفاد منه وتتصرف فيه في الحي الجميل بعين بنيان، في الحي الجميل بعين بنيان، وإن شاء الله تعالى حتى تتحصل على سكن تضعه في تصرفها حتى تحل مشكلة سكنها نهائيا. احنا من خلال البرنامج نقول للسيدة رقية بفرنسا، أسأل الله عز وجل أن يتقبل منك هذا الصنيع، هذا الفعل الخير، وإن شاء الله ربي يجعلك قدوة لغيرك كيما حبيتي تحلي مشكلة الأخت السيدة نصيرة. إن شاء الله ربي بعد عليك البلاوي، وربي يحفظك كيما فرحتيها، وعلى بالنا ستفرح إن شاء الله كثيرا. إن شاء الله ربي يفرحك وربي يساعدك في الدنيا وفي الآخرة إن شاء الله. دكتور بارك الله فيك دكتور. بمناسبة هذا الخبر المفرح الذي أفرح يعني فريق برنامج الصلح خير بالنسبة لحل مشكلة سيدة نصيرة اللي كان عندها مشكل في العقار، نحاولوا أن نتصلوا بها باش نخبروها بهذا البشرى. السلام عليكم الأخت نصيرة. نعم. مرحبا بك نصيرة في برنامج الصلح. يسلمك وانا بك انتيا. مش راكي صوتك مبدل، راكي فرحانة؟ ولا غير الحمد لله نصيرة، وانت راكي مليحة؟ الاخ بوزري او معاك هنا راكي تشوفي فيه. مرحبا بك نصيرة معنا في برنامج. عليه بزاف. يسلمك الأخت نصيرة. كنت اتصلت بك قبل بداية البرنامج وقلت لك باللي الدكتور راح تسمعي منه واحد البشرى إن شاء الله. شفتي ربي ما فيه غير الخير والصبر ينال. سمعي الدكتور بوزري وش راح يقول لك نصيرة. تفضل دكتور. السيدة نصيرة اتصلت بنا السيدة رقية من فرنسا، جزائرية راهي عايشة في فرنسا، وكي تبعت معنا في يوم 27/5 كي عرضنا القضية نتاعك في البرنامج تأثرت كثيرا، وراهي أعطت لك سكن إلى غاية ما تحل القضية نتاعك نهائيا في الحي الجميل بعين بنيان. جزاه الله خيرا. وإليك هذا الخبر على المباشر السيدة نصيرة. الله يسلمك. أهلا بك نصيرة. سمعتي الدكتور؟ سمعتي راكي فرحانة؟ شكون ما يفرح لها؟ ان شاء الله ربي يفرحك ان شاء الله. والحمد لله الخير عمره ما يفرح ان شاء الله وربي ما في غير الخير. بارك الله فيك. ان شاء الله انتم يعطيكم الصحه ان شاء الله وسنتواصل معك ربما في خلال الاسبوع المقبل بزيارتك في بيتك نصيرة. نتواصل معكم بالنسبه لاتصالاتنا في هذا البرنامج، ونحن نتحدث عن شؤون العقار وشؤونكم أيضا في بداية البرنامج. 021 37 42 87 021
37 45 64. ومن أراد أن يتصل بنا من خارج الوطن ما عليه إلا أن يستعمل 00 213. يقول سفيان أنه هناك مكالمة، أليس كذلك؟ نعم سفيان، من معي؟ وردة من ولاية جيجل. السلام عليكم أختي الكريمة. مرحبا بكم بالدكتور. مرحبا الله يبارك. مرحبا وردة، تفضلي، راكي في برنامج الصلح خير وردة. نعم نعم قداونت نفسه طبعا طرح عليها شغل حلم لما كان زعوجة فيا شغل حبيب سرها لي بالشيخ رحم والديه. انت نمتي منامة؟ هي منامة يا وردة، لست أدري إذا كان تقدر يعني شغل هو على بالي داير في القرآن الكريم وحافظ في القرآن الكريم، على بالي يقدر يفسرها لي. وردة شوفي وردة، نقترح عليك شيء يعني ربما راح يكون أحسن لك. هذا السؤال إذا كان نحولوه لبرنامج هلا سألوا أحسن، بصح قبل ما تقطعي خلي رقم تليفون تاعك للعارضة التقنية. نعم سفيان من فضلك خذ الرقم تاعها واكتب وردة، والسيد دكتور سعيد بوزي سيتصل بها، لأنه في برنامج والصلح خير يعني رجاء وليس أمرا لا نفسر الأحلام بل نعيش وقائع الناس. إذن دكتور، من رقية من فرنسا، أمينة تيزي وزو، مشكلة أسرية هي أيضا. تقول كما قالت السيدة مقبل بالنسبة لي الخطبة والزواج، تقول خطبها رجل رضيت به ورضي بها، لكن رفض الوالد تاع أمينة بسبب المرض. رفض والد الرجل رفض بسبب المرض، بسبب الإعاقة أليس كذلك؟ تاع أخويها، وخاف يعني إذا كان غدوة من غدوة تولد وتنجب أطفال يعني عندهم إعاقة، خوفا من إعاقة أولادها. والآن يعني توفي دكتور الأخوان، يعني الأخوان توفيوا في زوج، والرجل ترك وصية قال محسوب حتى بعد وفاته، ما لازمش يتزوج بها. وقال زوجته له كان تمشي له في هذه الخطبة أنت محرمة عليا، وبعد الوفاة قعدت هذه الوصية. نعم. بصح السيد هذا مازال متمسك بالسيدة أمينة من تيزي وزو. وسيدة تقول الأنسة أمينة تقول ما العمل بالنسبة لهذه المسألة لهذا السيد اللي حب يخطبها؟ الأمر بسيط إن شاء الله. أولا بالنسبة لي الإعاقة اللي طبعا هما خوتها في زوج الله يرحمهم توفاو، بابات هذا الشاب اللي بغى يتزوج أمينة هو اللي رافض، قال ما تتزوجش هذا الطفلة هذه لأنه عندها زوج إخوة مرضى، فبالتالي إذن خوفا من انتقال هذا المرض هذه الإعاقة إلى أولاد ولده يعني في المستقبل منع. نعم. طيب ولكن احنا نعرفوا هذا الأمر يعرض على الأطباء الآن حتى في القانون نتاعنا يشرط ما يسمى بشهادة طبية. نعم. على باش الشاب والشابة في زوج يكونوا عارفين فصيلة الدم. نعم. فصيلة الدم والأمراض كذلك. نعم. في أمراض معدية، في أمراض غير معدية إلى آخره. معناها ربي سبحانه قال فاسأل به خبيرا. إذن كان تقنين لهذا الأمر، يروحوا للأطباء والسلام ويكون علاج. أما أن يمتنع هكذا يضع هذا الشرط، وهذوك الزوج ماتوا الله يرحمهم يعني الله يرحمهم. وبل أكثر من ذلك الشيء الغريب أنه وصى زوجته قال إذا كان أنا مت وانتي رحتي مشيتي مع وليدك في هذا الزواج انت محرمة عليا. نعم. طبعا خلاص محرمة عليه يعني هو مات يعني. نعم. حتى هذا صاحب الوصية مات. طفلة اللي ما تزوجتش والطفل يعني نقول لهذا الشاب مادام هو متمسك بالآنسة أمينة نقول تقدم لخطبتها وتعرضوا نفسكم على الأطباء على الخبراء. صحيح يعني هذاك التحذير نتاع الوالد إلى حد ما له وزنه الشرعي، له وزنه العلمي. نعم. ولكن كان أمراض ممكن ما إذا كان مرضو زوج هذوك الخوة ماشي شرط تكون هي أيضا مريضة، وماشي شرط هذوك الأمراض تكون معدية تنتقل إلى أولادها. نعم. وهكذا. نعم. ثم اللي كي نديروا هذه العقبة معناها خلاص ما يتزوجوش يعني. أحيانا الناس سبحان كثرة الحسابات هذه تخلي الناس يديروا عقبات لأنفسهم لا حول ولا قوة إلا بالله، وكأنهم يحاربون الأقدار. نعم
مع اتخاذ الأسباب، هذا أمر مطلوب، اتخاذ الأسباب، العلاج، الوسائل المختلفة، ولكن مثل هذه العقبات التي توضع في أمر الزواج مرفوضة بالمقاييس الشرعية وبالمقاييس العقلية. نقول لهذا الشاب تقدم لخطبتها، توكل على الله، روحوا الأطباء، إذا كان في أمر تعالج إن شاء الله تعالى، ربي يحفظكم ويسركم أموركم إن شاء الله. إن شاء الله. دكتور، نأخذ اتصال من ولاية بجاية من السيد عبد المجيد. السلام عليكم أخي الكريم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بك معنا في برنامج الصلح خير. عبد المجيد، مساء الخير عليكم. السلام عليكم. مساء الخير الشيخ. مساء الخير أخت نجاة. مساء الخير. الله يحفظك. اسمح لي بعد راس قبيلي. تفضل تفضل. تفضل الواحد يديك. أنا عم سي مجيد يا زار ثلاث الله يعطيك الديزيام خليتي إن شاء الله ملك بربيك تتمنى قبل مدناس ان شاء الله قول نفذوياكي ان شاء الله هذا ناوي العطله قلا غيثو ان شاء الله هاد الناس اطلع على الشيخ نصراجي مرحبا بكم اساسا زريغ الكاميديان زريغ العمومي وتنصراجي نزكم يوقع تسمع ان شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله بارك الله فيك. هذه بشرى سي عبد المجيد نعلق عليها الان. بارك الله فيك ان شاء الله. الشيخ اكلا تيران نصراجي اكلا الشيخان يجيون اطلع يجيون المشكل واحد والروايه. نعم ان شاء الله الفرص الصلح ان شاء الله تراجعون اتصل ان شاء الله. ما يكون خير. الله يبارك فيك. ان شاء الله يكون الصلح ان شاء الله. بارك الله فيك سيد عبد المجيد من بجاية. ناخذ اتصال اخر من فرنسا. السيد عبد الله. السلام عليك اخي الكريم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بك معنا في برنامج الصلح خير. عبد الله، عندك مساءلة ولا انشغال؟ تفضل. لا عندي ولا بس سمحت توتالير وحده عطات سكنه الاخت. انا عندي سكنه في غيليزانتي تاع السوريين وعندي سكنه في مستغرب نحوس ثاني نعطيها للسوريين اذا كاين كوك تاع سوريين ولا نخليها عندهم خاويه باطل دونك فوالا. ما شاء الله يخلي التليفون تاعو. بارك الله فيك يا سي عبد الله. بارك الله فيك سي عبد الله. بارك الله فيك. ويعني في الخير هذا اللي راك دير فيه ان شاء الله بالنسبه لهؤلاء يعني اللي حبيت تعاونهم السوريين. اذا كان ممكن عبد الله قبل ما تقطع تخلي رقم التليفون تاعك للعارضه التقنيه. سفيان خذوا رقم تاعو. الحمد لله الدنيا مازالها بخير. يعني أول مكالمة في الأسبوع الماضي كانت السيدة بكات مسكينة وكانت في أزمة نفسية. اليوم الحمد لله الناس مازالها تتواصل مع الخير والصلح خير في برنامج والصلح خير. دكتور، وقفتك عندما كنت نتحدث عن السيدة اللي تقدم للخطبة تاعها. نعم. سيد انتهينا منها. فقط أوعد بالقبائلية باش يعني جيت راح نقول لك دكتور. بارك الله فيك. الله يفكرك بالشهادة. ربما الرسائل تكون ثاني قوية. نعم. أكثر فأكثر. الله يبارك. قلت مثلا أمينة انتظرت مثلا غراتيد ذي الشرعي ثم كدنا ثورة مادام بابا سبق شيشاكي فغانا هذه جوجيد مي مثل فلاسي عفور بي ذي الحياة سي وصا ثم طوثي سنة سما إلا في الحيض اكو ذمين باش هادي يخطب ثاق شيش تاقي الثاني تحرمض في الليل انت ولا يقول يسارف ولا ما ولا يسارف زال خاطر يموت ولا يسارف السلطه ولا يسارف الراي انت في السياف ربي اثمثني مثل السنة ربي ذا شويه الحاجه كان ولتما وها ربي مادام قشيشاكي مازال يتفضيم يعني باش هذه جوج مثني اكم يعاون ربي ثيعاون ربي ان شاء الله تروح مر الطبا لما تسار الطبا باش تداويم هذا توالي من خاطر من القانون غير الشرط ثمثل تاكي الا قاتيلي يعني شهاده طبيه كشف طبي المختصين باش هذا ثمال اللي كان الهلاكات يراون وتروحون راه الدريال ان شاء الله اكون دي سهل ربي ان شاء الله زواج الوان اكون يعين ربي. نعم. إذن دكتور نتواصل دائما بالنسبة للحلقة التاسعة من قضايا العقار باختلاف نزاعاته وهذه القضايا التي أرهقت الناس وأتعبتهم خاصة عندما تدخل مثل هذه القضايا إلى أروقة المحاكم وتأخذ وقت طويل. في الجزء التاسع ربما الدكتور سعيد بويزري في هذه الحلقة يريد الإشارة إلى موضوع في غاية الأهمية. تفضل دكتور بالنسبة للعقار. نعم. في هذا الجزء التاسع من قضايا العقار بودي أن أؤكد على بعض الأمور الأساسية. نعم. يعني تتمة لما ذكرناه في الحلقات الأولى. نعم. أولا يلاحظ المشاهدون الكرام أنه هذا الجزء التاسع
في قضايا العقار. لماذا عدد الحلقات يعني متسلسلة في هذا الموضوع؟ لأن العقار، ونؤكد ما ذكرنا فيما سبق، أن العقار له أهميته أكثر من المنقولات. الآن الأرض، قطعة أرض أو سكن أو محل تجاري، كل ما يكسب الإنسان، كل ما تفوت عليه الأشهر والسنوات، كل ما القيمة نتاعو تزداد، أليس كذلك؟ إذن العقار قيمته المادية في زيادة مستمرة. هذا من الأسباب اللي خلت الناس تتمسك بالعقار أكثر. الأمر الثاني أيضا لأهمية العقار، هناك تجاوزات يرتكبها الناس. ننبه إلى أهم هذه التجاوزات. السبب الأول اللي خلى الناس ترتكب التجاوزات هو مخالفة الشريعة الإسلامية. بمعنى الذي يملك عقارا بغير مسوغ شرعي، سواء على مستوى الأسرة أو يمتلك أي يستولي على عقار تابع للأوقاف كما ذكرنا في الحلقة السابقة، أو يمتلك عقارات، يستولي على عقارات مملوكة للدولة، أو يستولي على عقارات مملوكة للقرية. خاطر كان يسمى بأراضي المشمل. أراضي المشمل معنى هذه أراضي ما هيش أراضي وقفية، هي أراضي تمتلكها القرية، تتصرف فيها، تبني فيها مستشفى، تبني فيها مدرسة، تخليها هكذا بور مثلا باش يرعوا فيه الغنم وهكذا. يعني هناك أنواع من الاستيلاء على هذه العقارات بغير وجه حق لسببين أساسيين. السبب الأول لمخالفة الشريعة الإسلامية، أحكام الشريعة الإسلامية، والسبب الثاني مخالفة الأحكام القانونية. الأمر الثالث نأكد عليه أنه قضايا العقار تأخذ وقتا طويلا في المحاكم، وقت طويل جدا. وأذكر على سبيل المثال منذ تقريبا أسبوعين حلينا واحدة القضية كان عندها 21 سنة على مستوى القضاء. 21 سنة، وأكدوا على هذا العدد الكبير من السنوات. 21 سنة والقضية في المحاكم، في الخبرة والخبرة المضادة وإلى آخره، راحت سنوات طويلة. يعني اللي كان عنده 20 سنة ولا عنده 41 سنة، اللي كان عنده 40 سنة ولا 61 سنة، وأموال كثيرة. أحد الخصوم قال لي والله غير صرفت 145 مليون في مصاريف نتاع المحكمة والمحاماة والخبراء إلى آخره. يعني هذا المبلغ الكبير. ولا قال هو في العبارة في الأخير قال كأنني شريت هذه الأرض. يعني شريت هذه الأرض ولم تحل. ولكن بعد ذلك حينما صارت يعني أصبحت النيات صافية والقلوب يعني راضية، تصالحوا في مدار تقريبا 2.5 ساعات، تصالحوا تماما وتسامحوا، خرجوا في زوج منتصرين. يعني في البداية اللي يربح القضية يروح يزايد على صاحبه، يقول ربحت لك القضية، معناه واحد غالب والآخر مغلوب، الآخر منتصر والآخر منكسر. ولكن بعد ما تصالحوا في تقريبا في مدة 2.5 ساعات خرجوا في زوج منتصرين لا منكسرين. باش نوجه رسالة إلى جميع الناس اللي عندهم قضايا على مستوى المحاكم، قلهم روحوا تصالحوا بكل بساطة، بكل بساطة، والقلوب صافية وتنتصروا جميعا. وفي رسالة أخيرا نوجهها في هذا الموضوع بالنسبة لوسط القضايا، أعود إليها مرة أخرى. الآن الحمد لله المادة 994 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد نتاع الجزائر اللي كان في 2008 وأشرنا إليه مرارا، المادة 994 وما بعدها، وركزوا على هذه المادة، على أن القاضي يعرض إجراء الوساطة على الخصوم بكل جدية. يعني ما معنى بكل جدية؟ معناه يقول للخصوم لي زادفيرسير اللي راهم في المحكمة، يجيب لهم الحجج لي زارغيومون، الحجج اللي قنعهم باش يروحوا لا ميدياسيون جوديسيير، الوساطة القضائية. معنى هذا واجب القاضي، لازم نأكد عليه، ماشي يعرض عليها ببساطة يقول حبيتوا الوساطة ما حبيتوش خلاص. وكاين بزاف ناس ما يسمعوش بها أصلا، فبالتالي يرفضها. والإنسان كي ما يعرفش حاجة يرفضها يقينا. معنى هذا دور القاضي، دور القاضي. ولكن بعد ما القاضي يؤدي دوره
نقولوا أيضا لازم الخصوم يستجبوا أيضا الوساطة القضائية، ونبهوا أيضا السادة المحامين المحترمين نقول لهم الله يجازيكم خير، يعني يشجعوا هؤلاء الناس باش يرضوا بالوساطة القضائية وتحل مشكلتهم بسرعة. وباش نقول لهم بلي في الأخير هذاك محضر الوساطة القضائية، خاطر كان اللي تسأل أخت نجاة البارحة اتصل بي أحد الناس قال لي ما هي القيمة القانونية لهذا المحضر؟ نعم. يعني لو بي في هذاك نتاع الصلح تاع الوساطة، نعم. اللي يمضي عليه الوسيط القضائي وكذلك الخصوم. نقول يا أخي العزيز له ولغيره من الناس نقول لهم هذاك المحضر نتاع لا ميدياسيون جوديسيير نتاع الوساطة القضائية عنده قيمة قانونية كبيرة، يولي سند تنفيذي كما نص على ذلك القانون. وما يقبلش الطعن، وهذه مهمة جدا، معناه يولي نهائي خلاص. القاضي يعطي له الصبغة الرسمية ويعطي له القوة القانونية نتاعو طبقا للقانون. هذه المواد من المادة 994 وما بعدها 995 لغاية 2000 2003 2004، يعني هذه المواد كلها تتحدث عن وسط القضايا. هذه رسائلنا اليوم يعني بخصوص قضايا العقار. بارك الله فيك دكتور. نبدأ بعبد المجيد من بجاية دكتور. لينتظر ربما جلسة صلح وتكون على رأسها أنت دكتور. الله يبارك فيك. بالنسبة لسي عبد المجيد طبعا تواصل معنا عبر البرنامج، ثم تواصلت معه بعد البرنامج كما وعدنا. طبعا نفتح قوسا الأخت نجاة، كل الناس اللي راهم يتصلوا ونلتزموا دائما نتصل بهم إلا اللي ما حكمناش، لأنه هذا التليفون راه متريال. في بعض الأحيان يعني حتى الأرقام يبدو لي أنها أحيانا تكون أخطاء في الأرقام، في الأرقام. وأحيانا يكون رقم صحيح ولكن ما نحكموش، يعني الشبكة ولا شيء من هذا القبيل. ولكن المحاولات دائما مستمرة والحمد لله دائما في تواصل مع العدد الكبير من الناس. بارك الله فيك وقاطعك دكتور. بالنسبة لاتصال من فرنسا، ربما مسعود اللي كنا نتحدث عليه من قبل. السلام عليكم مسعود من فرنسا. السلام عليكم اخت نجاة والاخ بوزري سعيد، نشكركم بزاف. مرحبا بك سي مسعود والمجهودات اللي راكم قايمين بها، واستمعت الان للامور اللي كان يهضر عليها الان على مستوى اللجان، ونشكره بزاف 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 بزاف. الله يسلمك يا مسعود. وان شاء الله نزوركم في قريب ان شاء الله بعد رمضان ان شاء الله نزوركم ان شاء الله. مرحبا بك اخ بوزري، ونشكركم بزاف بزاف ان شاء الله المجهودات اللي راكم تقوموا بها ان شاء الله، خاصه في بالنسبه للحصول على خاصه المشاكل اللي راكم تحلوا فيها بزاف بزاف ان شاء الله. بارك الله فيك. فرحتونا بزاف وفرحتوا المهاجرين بزاف بطبيعه الحال املنا بزاف فيكم، بزاف بزاف فيكم، املنا فيكم بزاف. بارك الله فيك. لا حياة للجزائر بدون المهاجرين الجزائريين في المهجر، وإن شاء الله المستقبل يكون زاهر بالنسبة لكم، وكل هذه المشاكل تتحل بفضل العرض تاعكم وبفضل أيضا برنامج والصلح خير وفضل الدكتور سعيد بوزري لا ننساه، لأنه دائما يتواصل مع الحالات. والله ما ننساه، والله ما ننساه. إن شاء الله بها والله مجهودات يكتب عند الله أجره. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. بارك الله فيك. نزوروا في اقرب وقت ان شاء الله. مرحبا بك ان شاء الله نزوروا. مرحبا بك سي مسعود. مرحبا بك. بارك الله فيك. نشكرك على اتصالك. دكتور كنت تحدث عن عبد المجيد من بجاية. نعم. اذا بعد ما قدمت هذه الملاحظه طبعا تواصلنا مع سي عبد المجيد من بجاية مباشرة، وطبعا قلت له حاجه مهمه واؤكد عليها الان. كي يتصل شخص باش نبين لهم طريقه العمل، لا ميثود دو ترافاي، يتصل كما عبد المجيد نموذجا، يعني كبراتيك. حنا قلنا له مرحبا بك سي عبد المجيد، حبيت تفريها بالخير، ربي قال والصلح خير، جزاك الله خير سي عبد المجيد. ولكن دائما قلنا الحرب تحتاج الى يد واحده. القيره سهله، اي واحد يدير قيره مع كل الناس، سهل دكتور، العيب سهل. ولكن الصلح او السلم يحتاج الى يدين. أكفوس أو أفوس. 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 القيرة نغشوال يحوج نفوس، ولكن ثلويث لهنا حواج سينفس. إلينا جميعا. لازم. لذلك قلنا سي عبد المجيد لازم تتصل بالناس هذون اللي عندك مشاكل معاهم. طبعا بعض الناس يقول لك نروح مباشرة، ما نقدروش. نصدموا على واحد مباشرة، نقول يا فلان راه فلان عنده قضية معك، ما يعرفنا ما والو، مع احترامنا للجميع على كل حال. انه الانسان يتصل قبل الاجتماع. ولكن باش نديروا الخدمة مليحة، فيه مثل بالقبال يحلو، يقول لك يير الشغل يتقال
فيفا فيس. معناتها واحد كيخدم الشغل ماهوش كامل يحلف في مولاه. هذه قاعدة عامة. ما دي تقولها لي عجوزتي دكتور. تقولها لك عجوزتك ربي يذكرها بالخير ما شاء الله. نحيي عجوزتك كيما. شي طلعي فابيس هذه. صباح هذه من الأمثال ذي الروج. الكنوز الكبير اللي خلوها الأجداد. معنى باش واحد يخدم عمل متقن. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. لو كان واحد يخدم خدمة معوجة يعودها. حتى في الصلح فيه الإتقان في كل شيء. إذا كان بناء ماسون يبني حيط معوج لازم يعود له. إذا كان المرأة طيب الماكلة مش مليحة لازم تعودها. وإذا كان واحد يدير الصلح بيبري دا يعودوا. لذلك نحرصوا باش نكونوا ميثوديك نكونوا منهجيين في العمل. نقولوا للناس أنت جزاك الله خير عبرت عن نيتك في الصلح ولكن لازم تبعث هذوك الخصوم إذا كان يقبلوا. أحيانا جواب الناس يقول لك وهذوك ما نهضرش معاهم. نقولوا ماشي شرط أنت ابعث وسيط بالك خوه عمه صاحبه جاره كبير الدشرة عقال إمام المسجد. قول له يا فلان هذه تكنيك المشاهد تكنيك بارك الله فيك. لذلك اليوم معليش نذكرها المشاهد مرحبا به واللي يتصل مرحبا به. ولكن نستثمر هذا الوقت إن شاء الله في بيان هذه المسائل وهي مهمة جدا. طيب كي يروح هذاك الوسيط يعرض عليه يقول يا فلان أو الخصم نتاعك يقول لك حبينا نفريو القضية نتاعنا ألميابل يعني نفريوها بالخير. طيب وبعدين كي يقبل الطرف الثاني احنا مستعدين للتحرك. هنا نتحرك وبعدين نقولوا حتى طريقة العمل نعطي بعض البيانات بعض التوضيحات. الأخ عبد المجيد اتصل بخصومه قلت له ذلك وهو نفذ جزاه الله خير. والآن بشرنا أعطانا الفرحة على المباشر. الآن أنا ألتزم أمام الناس جميعا وأمام الله أولا أن نزوره إن شاء الله في بجاية إن شاء الله هو مع هؤلاء الناس اللي هم أقاربه ولاد خوه إلى آخره ونجلسوا معاهم ونشاطفر القضية نتاعهم ألميابل بالخير. أشيني غاسي عبد المجيد أخويا كيبارك يا ربي. وكذا كذي ثم خلف ذي سنسني بارك يا ربي ثني ضاسن يوان قيم الخير نثني قبلا أذفرون وهور يكون يشاركين في فراث الخير استلويث سوى الزيضان أكيد بارك يا ربي نشارك وعد غدا صاروا إن شاء الله تعالى ذو السنة إدي ثدون. أمر آخر ممكن بين ولا فيه في مكالمة دكتور. نعم. الأولوية إذا كان وقت أذان صلاة العشاء ليس بعد. شعبان من ولاية تيزي وزو. السلام عليكم أخي الكريم مرحبا بك معنا في برنامج والصلح خير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لا ممكن نضرب القبالية يا شيخ. تفضل سي شعبان تفضل. شيخ الأخرى في الوالدين لا ملا يزوج بلا رضا الوالدين ينس. نعم. محسوب يعني اسك سي فوزابل شغل اللي كذاك. نعم. تزوج بدون رضا الوالدين. نعم. واضح سي شعبان واضح. وسرنا مليحه باش ولا كان شيخ خاطر كان شويه الوالدين المساكين غير مش عندنا مسلين نظامك وزوج جاره تمطو فينا ديريت نا فاميتنا ديريت هذه يعدي رايني شو صار دير محسوب راكي دينا امشي اسك الوالدين اسك صار دير ساعه القيمه اكن يوصل ربي في السن لا مشي ياخذ من ولد الناس السمن هذا رون السنه ما كاينش ليا وانا غادا بوندوني نهضر. نعم واضح. يعطيك الساعه سي شعبان بارك الله فيك بارك الله فيك. نستقبل مكالمة أخرى من ألمانيا. نبيلة. السلام عليكم نبيلة. وعليكم السلام. كيفاش أحوالكم الجالية في ألمانيا راكم ملاح؟ الحمد لله الحمد لله والله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. أختي الكريمة راكي في برنامج الصلح خير نبيلة. نعم تفضلي. إذا كان عندك سؤال ولا ربما حبيتي تحدثي على العقار أو مسألة أخرى مرحبا بك. على العقار. حبيت نسقسي الدكتور بوزري ومن فضلك الإجابة إذا ممكن بالقبائلية. نعم تفضلي. وهي مشكلة تخص عائلة زوجي. نعم. هم عندهم عقار اتصلنا بالدكتور بويزري ولكن وجدنا السكرتير. المهم هم عندهم عقار جد الشيخ تاعي عنده جد باباه خلى لهم عقار وقسم لهم قبل ما يموت. هو قسم لهم هما 5 خاوة. نعم. قسم لهم قبل ما يموت والله يرحمه كيمات. هما 2 خاوة ما عندهمش ولادهم ماتوا
وخوهم واحد عنده وليدو، خلى غير واحد وليدو، وهذاك الولد مات خلى ولادو. نعم خلى ولادو. نعم الأحفاد. ودوكا شغل كي ماتوا كامل كل واحد دا لابار تاعو كما يقولوا. نعم. وهذاك الحفيد عندهم الأحفاد داو لابار تاع جدهم وحدهم. نعم. هما شغل ما حبوش يقول، قال لك معليش خليه يدي لابار تاع جدهم، شغل سمحوا فيه. نعم. صح دوكا الأحفاد حبوا يقسموا تاع هذيك لابار تاع الزوج اللي ماتوا ما خلاوش الورثه، قال لك نسالوا فيه ندو كما يدي الشيخ تاعي وخوه. نعم. ويديو هما. نعم. هذا هو عنده الحق ولا ما عندوش الحق. نعم. وسؤال ثاني اذا ممكن. نعم. وهذا المشكل خلق مشكل كبير بين العائلتين. نعم واضح. دوكا عندي شيخي وخوه ما يتهضروش. صار مشكل صغير ماشي كبير يعني، ودوك المشكل يتولي العائله، ودوك ولاو شغل الواسي وشغل راجلي وكامل شغل ولا المشكل ولادهم. كبرت المشكله والقطيعه بين الابناء. كبرت المشكله والمشكل دوكا عجوزتي راهي عندي. هضرنا مع الدار وحاولنا مع الشيخ تاعي، عجوزتي تقول له شغل انت راك كبير راح تخلي المشكل لولادك. نعم. ايوه. وهو قال لك هما عندهم هذا العرس هذه الايامات، قالت له اذا عرضوك روح للعرس باش تنحي المشكله على اولادك. نعم. قال لك انا محال نروح. حاولنا معاه قال لك انا امبوسيبل، لو كان نموت ما نحضرش جنازته. معليش اذا ممكن. نعم. اذا ممكن الاستاذ يوجهنا، الدكتور يوجهك بطبيعه الحال. نعم. واضح. نبيلة قاعدة تواصلي مع البرنامج، شوفي البرنامج حتى للنهاية وراح يكون الدكتور التدخل تاعو بالنسبة لهذه القضية، وإن شاء الله تتسقم أحوالكم إلى الأحسن إن شاء الله. نبيلة من ألمانيا نشكرك جزيل الشكر. شكرا والسلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل دكتور. إذا كنا نتحدث عن السي عبد المجيد نعم. انتهينا. فقط أحيانا نشير إن شاء الله لا ميثود دو ترافاي. نعم. سوف نبين في كل مرة طريقة العمل. واليوم أضيف أيضا مسألة أخرى، أنه كي تكون في قضية العقار مثلا نستعين برأي الخبير دائما. نعم. علاه؟ لأنه ليزيكسبير. نعم. ربي يقول فاسأل به خبيرا. ربي اللي يقول هيك. نعم. ويقول في آية أخرى ولا ينبئك مثل خبير. نعم. بمعنى حنا كي نجيو القضيه عقاريه مثلا نشوفوا لي زيكسبير. نعم. ليكسبير هذا اذا كان العقار يحتاج لاستيماسيون، يحتاج الى تقييم. نعرفوا هذا المحل التجاري شحال قيمته. شوفوا الخبير ماشي بيبري برك، لازم تكون خدمه مسقمه. نعم. يعني ما راهيش الاجوبه. وربي يبارك والله. نعم. ربي يبارك كي تكون النيات خالصه فقط الشرط الاساس. نعم. كي يكون الشرط النيه خالصه سهله. هذا العقار شحال يسوى؟ واحد يقول مليار والاخر يقول مليار و200 ويختلفوا على هذه. نعم. وبعدين هنا كاين الحكمه تتدخل. الحكمه مختلفين على 200 مليون. خليو قسموها 100 مليون وخلاص والسلام. نعم. كي تكون النيه الامر بسيط وفيه ايضا قيم تضبطونه. كي يقول لك بالقباليه او نيجاني قنجان. معناتها الانسان ما يلزمش يكون على بالسنتيم، لازم يقول لك ناخذ 455 متر فاصل حتى لي سنتيم، ما يتنازلش على متر او نص متر. نعم. الشيخ محمد الحسين ربي فلاسي قرا تسناغ نبدنا في ثمورث وريز راح دويت سيلان ان كوني تراجل الموت لقرار النغض ذي زخوان. مع انتها الناس يختلفوا على الطراب. نعم. وحنا في النهايه نسكنوا كاع اف 1 كاع ندخلوا اف 1. ما بقى لا اف 5 ولا فيلا ولا شيء. شبر. واحد ما يلزمش. الشبر هذاك اللي صح لنا. ويقول كلام اخر في غايه الاهميه، يقول لك ثاسه تفضى ثلثة. هذه من الحكمة الغالية. ثاسة تفضى ثلثة. معناتها ماشي على جال الحدود ثاسة تتقطع الأرحام. نعم. ولكن هذه الأرحام هي اللي يجب مراعاة الأرحام كي نقسموا التركة ولا نقسموا العقارات والمنقولات وكذا إلى ثاسة تفضى ثلثة. لو كان نرجعوا برك إلى ديننا وإلى تجديث نتاعنا إلى أصالتنا، لكل مشكلة حل. نعم. كل غور استفراثيس. نعم. سي عبد المجيد إذن سنضبط معك، هو التليفون تاع موجود معايا، نتواصلوا معاه إن شاء الله ونضبط موعدا في هذه الأيام إن شاء الله. إن شاء الله دكتور. سي عبد الله من فرنسا. نعم.
سكن، قال لك عنده سكن في مستغانم وهداه للسوريين. قال لك يعني حطوا مستعد حتى مستعد باش يمدوا الاخوه السوريين اللاجئين يعني من الازمه. عنده سكن في غليزان وفي مستغانم. نقول لك يا سي عبد الله خويا من فرنسا، ربي يحفظك ان شاء الله، ربي يبارك. نعم. خذ نسيمه من بشار. السلام عليكم اختي الكريمه. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بك نسيمة، انتظرتينا ولكن معذرة. تفضلي نسيمة. عندك تفضلي نسيمة، عندك انشغال ولا سؤال ربما تطرحيه بالنسبة لبرنامج الصبح وخير؟ السلام عليكم. نعم. السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ، عندي الزوج نتاعي راه يسمع فيك، حاب يسقسيك. نعم. زوجك عاطل على العمل ما يخدمش، وكل خطرة يدفع دوسي وكيف كيف ما يخدم، ماشي خدام. وهذه المرة إن شاء الله راه باغي يدفع واحد الدوسي وراه خايف ثاني غير كيف كيف. علاش خايف نسيمة؟ علاش يخاف الزوج تاعك؟ خايف زعما يدفع وما تصحاش الخدمة. نعم. يقول اسك يتم يخدم يدفع الدوسي ولا ما كان له زعما يدفعه، يدفع في هذا الدوسي ولا ما كان له. نعم. مع ديجا كان صار لنا مشاكل انا وياه، كنا في فترة الطلاق انا وياه، الحمد لله دركا. نعم. الحمد لله. الحمد لله نسيمة. الحمد لله صالحنا ورحنا انا وياه ملاح. كان هذه المشاكل غير في اطار الخدمه. نعم. بسبب العمل. ودروك اسك هذا الدوسي مع شويه بعيد في حسين مسعود، اسك يمشي يدفع ولا يستنى حاجه قريبه ولا مانيش عارفه. نعم. نعم. ملي يطلب من فضيلة الشيخ يقول له كلمه زعما يطلع على فيها شويه المراه. ان شاء الله ان شاء الله يرفع المعنويات تاعو نسيمة من بشار. يرفع له المعنويات نتاعها ان شاء الله. نسيمة من بشار نشكرك نسيمة على اتصالك. الله يبارك. بارك الله فيك، وان شاء الله يكون الخير باذن الله تعالى، ويلقى زوج تاعك عمل وتعود المياه الى مجاريها بطبيعه الحال. يعني حتى ازمه العمل زيد تأزم العلاقات الزوجيه. دكتور، كنا عن عبد الله من فرنسا اللي قال عنده سكن في مستغانم وفي غليزان وخلاه للاجئين السوريين حاليا من الازمه في سوريا. وراهم موجودين بكثره في الجزائر ايضا. دكتور الاخ عبد الله، نقول لك جزاك الله خير. بدينا الله يبارك الحلقه بالاخت رقيه نعم. اللي فرحتنا وفرحت السيده نصيره. نعم. انت ثاني جزاك الله خير سي عبد الله خويا، بارك الله فيك. ان شاء الله راك نويت باش تخلي في تصرف، يعني تحت تصرف الإخوة السوريين اللاجئين في الجزائر، هم ضيوفنا. نعم. في مستغانم وفي غليزان عندك زوج ديار ما شاء الله. نقول لك ربي يبارك إن شاء الله في إيمانك، وربي يبارك في مالك، وربي يبارك في رزقك، وربي إن شاء الله يجعل كل هذه الأعمال الصالحات في ميزان حسناتك، تجدها إن شاء الله محفوظة عند الله يوم القيامة. ربي يجازيك خير إن شاء الله. بس يا عبد الله، نتواصل إن شاء الله بعد البرنامج. نعم. مسعود من فرنسا. دكتور الأخ مسعود، كلمة مختصرة سي مسعود. هذا واجبنا. نعم. خدمة الناس شرف، نسأل الله عز وجل أن يستخدمنا نكون إن شاء الله في خدمة إخواننا وفي خدمة أخواتنا، وإن شاء الله ربي يسركم الإخوة المغتربين والأخوات المغتربات باش تحصلوا على سكنات في بلادكم. نعم. وإن شاء الله نفيدكم بأي خبر في هذا الإطار، وربي يحفظك سي مسعود. وهذا هو دكتور الامباكت تاع لي زيميسيون اون ديريكت. نعم. الحمد لله. برنامج الصبح والخير. شعبان من تيزي وزول اللي قال الوالدين مثلا كي ما يباركوش، هكذا فهمت، كي ما يباركوش زواج، اسكو الزواج هذا يقدر يكون ولا لا يكون مبارك ولا لا؟ نعم والله يا سي شعبان بارك الله فيك. راك اخترت قضيه مهمه جدا. نقول للشباب كي تحبوا تتزوجوا شاوروا الوالدين. هذه أصولنا الشرعية وأصولنا الاجتماعية تاعنا. نعم. النهار اللي الوالدين يرضوا بهذا الزواج يساعدك، ولكن نقول الوالدين لا بد من مراعاة الموازين الشرعية. نعم. اللي ذكرها ربي واللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أشرنا إليها مرارا. بمعنى من هذه الموازين الشرعية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تخطب المرأة لكذا وكذا وكذا، بعد قال في الأخير فاظفر بذات الدين تربت يداك. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا جاءكم، وفي رواية إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض أو كبير في ولاية أخرى. هذه الموازين مهمة جدا، ولازم يكون الرضا معتبر، لأن الرضا إن لم يكن معتبرا
فلا قيمة له من ناحية الشرعية. إذن الزواج كي يكون برضا الوالدين يا ما شاء الله، وما يجيش الجيل نتاع درك يقول باباه ويماه أنا نعرف خير منك. وكم من شاب تزوج بغير رضا والديه وكان الزواج نتاعو فاشل ب100% تماما، واللي يتزوج عن طريق الانترنت واللي يتزوج عن طريق المراسله. يعني كاين حالات من الزواج الكثيره جدا وهي فاشله. واحيانا الوالدين مساكن يخليهم ما يحترموهم ما يقدروهم ما يشاوروهم. نقول للشباب اتقوا الله، وفي الوقت نفسه نقول للوالدين أيضا راعيوا الموازين الشرعية في زواج ولادكم. استقبالي ثاني مثلا شعبنا كي بارك ربي أين ديني ذكا ذين يشبحنا طاس أوها ربي الزواج يسعن البركة يسعن السرد اللي سر الزواج رارضوني مولان باش فرحا وفرحا الدريا إن شاء الله زواجا جنسا، ولكن ذاغي مولان إلا قد حذرن دريانسن ولا قد خدمن أغورن ذو قفريذن دريانسن يفغان زواج الحلال. ثاني كان سلمغا ولا كان كي مثلا شعبان أكي بارك ربي فراي قد فيك وبارك الله فيك. فيك بارك دكتور. نبيلة من ألمانيا اللي تحدثت على عقار مشكل هذا تاع العقار مشكل عائلة زوجها. تقول باللي العقار تاع شيخها وهذا العقار كان من قبل تاع بابات الشيخ تاعها عنده عقار وقسموا لولادو ثم سردت كل القضية. ولكن بعد ذلك القضية ولات قضية اجتماعية قطع الأرحام وخلافات وقطيعة بين الأبناء. وحتى كاين فرح بيناتهم ورفض الشيخ تاعها باش يروح ويقول ما نروحش. هذه المشكلة ويقولوها دائما ما نروح ما نحضر موتهم ما نحضر فرحهم. سبحان الله تبدا في العقار في العقار. شوف لي كونسيكونس. نتيجة أنه الأرحام تتقطع وما كان لا مناسبة لا فرح لا قرح، وأحيانا ربما يكونوا في القرح ولكن في الفرح ما يحضروش، وهي الكارثة. ما الفائدة إذا كان داو التراب وداو الديار وداو الحوانت ولكن الأرحام تقطعت. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام كي قال لا يدخل الجنة قاطع أي قاطع رحم. ما قالش ما يدخلش الجنة اللي ما عندوش الحانوت. ما قالش النبي صلى الله عليه وسلم اللي ما عندوش 100 هكتار ما يدخلش الجنة. قال لا يدخل الجنة قاطع معناتها اللي يقطع الأرحام. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر ليس الواصل بالمكافئ، وربي سبحانه وصلنا بالأرحام والنبي عليه الصلاة والسلام وصلنا بالأرحام. هذه اللي لازم نعطيو لها قيمة وما نخليوش التراب العقار ولا المواريث ولا كذا تكون سبب باش تقطع الأرحام التي أمرنا بوصلها. وهذا هو الإشكال الكبير. نقول للناس قسموا اللي يتقسم اللي هي الأراضي العقارات والمنقولات، ما تقسموش اللي ما يتقسمش اللي هو الأرحام. هذه رسالتي. أما بالنسبة أختنا نبيلة أشاميني غنستثنى ذي لقصة قبيليث هي حبيت الجواب نجاوبها بالعربية والقبيلية. بالنسبة للعربية باختصار نقول هذه القضية تخضع للأحكام الشرعية. مع انتهاء عندنا شرط واحد ديال الأخت نبيلة كي تلاقاو هذا الناس كامل هذه الأحفاد وكذا والله غير المسألة بسيطة جدا. نعم. كاين قواعد نتاع الميراث، كاين قواعد نتاع الوصية الواجبة اللي راهي موجودة حتى في الكود لا فامي من الارتيكل 169 حتى من المادة 169 حتى المادة 172 من قانون الأسرة الجزائري. معنى هذا الأمر بسيط شرعا وقانونا. شرط واحد فقط يجلسوا المائدة. نعم. هذا ما كان. ونوعدك كان اختنا نبيل كان يريحوا المائدة والله غير القضية بسيطة تفرى وإن شاء الله هذا فرو كلش. سقبيلي هذا مين غاوتما يون الشرط كان أوها ربي وكذا كي مخلفان فغانا السلوغ الأولى هذا السلوغ نظاما هذا سنيني يوقي مثاد فغوث الخير تفهم الخير إن شاء الله قيمة سميع قلم ذات مثلا ثوغورا كي تسعى بوكال نغمتريكا يسعى في فراث أما ذي الشرعيث أما ذي القانون نتمورث هو كيف الوعد بديني غاون تما سيوضاسن إنسن إلى قز وين جاني جنجان وقت مزواروث في سناث أضفضون أين قلاقات تفضون أضفضون تريكا وفطونا راه تسدوي ثيرو وفطونا راه إذا مثني شركن ما تسمغرا يسعان فرحة يسعان أو ربي يذي روح إلى قاذ يروح خاطر يغر تساقيها تسمزواروث دي السير ذي نولاون إن شاء الله أتجعل ربي السبة باش ذيري ذي الولاون وما زديث ولاون الشبحان وذماون إن شاء الله أسني فكر ربي السر ذي السر وكميني تبغيض الخير أم يفكر ربي الخير وانت خير.
وكثيرا ما يرغب الإنسان في فتح صفحة جديدة دكتور بعد الخلاف والنزاع. نعم. نأخذ مكالمة دكتور من العاصمة السيدة الجوهر. السلام عليكم أختي الكريمة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك معنا في برنامج الصلح وخير. جوهر تفضلي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم انتم في القناة الخامسة. والله يبارك فيكم إن شاء الله. يسلمك يا عائشة. أنا عندي أسئلة. نعم. على واحد السكنة عندي. سكنة نعم. وما عنديش الأولاد، عندي وليد مربياته وراني حيرة في ديك السكنة كيفاش نديروا له. جوهر هذه السكنة تاعك؟ هذه السكنة مكتوب على اسمي. هذا الجوهر تعيشي باش نسمعوك مليح وناخذوا كامل التفاصيل. نقصي التلفزيون باش نسمعوك مليح باسكو رانا نسمعوا صدى بينك وبيننا. تفضلي. صح. إذا عندها سكنة وعندها الطفل يعني متكفلة به. نعم. وحبت تكتب له السكنة هذه، تكتبها له ولا ما تكتبها له؟ تكمل. نعم جوهر. نعم. هكذا قلتي عندك سكنة وعندك ما عندكش دراري، عندك طفل تكفلتي به وسكنة. المشروع تاعك انك تكتبيها له، هكذا سمعنا مليح. هكذا حبيتي. نعم. ندير له وصية ولا نكتبها له ولا ما على باليش كيفاش. نعم. نعم. هذا هو السؤال تاعك الجوهر؟ هذا هو السؤال اللي راني نهضر عليه. مهم. وعندي مشكل واحد اخر لا نقدر نخلي النيميرو تاعي للاستاذ. نعم. والشيخ تاعنا وابينا. نعم. واخينا. وان شاء الله يخرجني من هذا المشكل. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تخرجي من هذا المشكل. سيدة الجوهر وما تتقلقيش. من العاصمة خلي رقم تليفون تاعك، راح زملاء تاعنا ياخذوا رقم تاعك ونتصلوا بك مباشرة بعد نهاية البرنامج. نعم سفيان. فاطمة من الشلف آخر مكالمة لنرى في مكالمات المشاهدين. فاطمة السلام عليكم أختي الكريمة من الشلف. فاطمة. السلام عليكم أختي الكريمة تفضلي. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. نعم تفضلي فاطمة. بغيت نسأل الشيخ عن مشكلة عقار. نعم تفضلي. عندنا العم تاعي عندنا عقار تاع بوي ربي يرحمه. نعم. مع عم تاعي وعندنا زوج عماتي. نعم. وهو ما زعما هو في حياة الوالد الله يرحمه كانوا متنازلين على هذا العقار. كانوا متنازلين. نعم. ومن بعد توفى الوالد وتوفى كان في مشكل معاه زعما مات. حتى درجة انه كي مات ما جاش بحال زعما طلع لينا ولا شافنا ولا والو. كي توفى الوالد تاعك عمك ما جاش ليكم؟ والو ما جاش لينا. نعم. كان في نزاع مع بوي. نعم. ومن بعد احنا خلينا الاب تاعنا صغار كاع قصروا كاع. كي كبرنا دروك عاودنا طالبنا بالحق تاعنا في الارث تاعنا. نعم. دروك بغيت زعما نشوف اسكو ممكن نصلح لحد الان مازلنا في النزاع. ما في قضايا شحال عندنا في ال5 سنوات رانا في النزاع. نعم. ودروك دائما نشرعوا ونعاودوا. دروك رانا في المحكمة العليا. ماذا بك ترسل النسخة من الحكم الأخير؟ فاطمة. نعم. تقدري ترسلي نسخة من الحكم الأخير كامل اللي صدر من المحكمة؟ الأخير تاعنا كان هنا في ولاية شلف، ومن بعد منها احنا كي ما رضيناش بهذاك القرار رفعناها للمحكمة العليا. طيب تقدري ترسلي هذا الحكم؟ كيفاه نرسل؟ تفاكسيهن عن طريق الفاكس. فاطمة أحسن وسيلة خلي رقم تليفون تاعك. نخلي رقم الهاتف تاعك. نعم خلي رقم تليفون تاعك، حنا نعطوك النيميرو فاكس تاعنا باش تكون المراسلة. اكتبي برك برنامج وصلح وخير. ان شاء الله. ان شاء الله. خليه دروك قبل ما تكوبي، قبل ما تقطعي. ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله فاطمه ما يكون غير الخير. دائما دكتور الارحام مشكل الارحام. نعم مع عمهم. نوصل دكتور بالنسبه لي وصلنا الى نسيمه هكذا. نسيمه نعم من بشار. نعم. وبعدين الجوهر. كملنا مع نبيله من المانيا. تقول باللي زوج تاعها بطال ما عندوش يعني ما يخدمش، وكل ما يدفع عن دوسيه يخاف يقولوا له
يعني مرفوض باش تبدا تخدم، وربما على جال هذه يصراو المشاكل العائليه قد تكون نحتاج اكيد ضغط هناك انعكاسات. نعم. معلش تعليق على موضوع العمل وبعدين نجاوب الاخت نسيمه. دكتور برك 4 دقائق هكا باش ندير ان شاء الله ربي يبارك فيها ان شاء الله نجاوب الجميع 3 حالات اللي بقاو نجاوبوها ان شاء الله. دكتور تفضل. بالنسبه للاخت نسيمه من بشار، اولا نقول زوجك نشجعه نقول له اطلب، هذه اسباب. اذا كان يعني دفع ملفات وما كانش عنده عمل ان شاء الله لا ييأس. قولي لزوجك وان شاء الله يسمعنا الان وراه يسمعنا يتابعنا، قل له ونقول مباشره لا تيأس يا اخي العزيز، لا تيأس لا تيأس، قدم الملف الحاسم مسعود لاي مكان، وبعدين اذا كان لقيت خدمة في قريبة ممكن وبعدين تتحول إلى ذلك المكان أو العمل القريب من البيت. ولكن الآن وين لقيت عمل خدم، يعني راك في القطر الجزائري خدم الله يعينك وإن شاء الله باش ما تكونش مشاكل بينك وبين زوجتك. نسيمة. أما بالنسبة لموضوع العمل نتوجه إلى السادة المسؤولين نقول لهم ما قاله عمر بن الخطاب، أجمل كلمة قرأتها عن عمر بن الخطاب، قال إن الأيدي خلقت لتعمل، فإذا لم تجد في الحلال سبيلا التمست في الحرام سبلا. سبحان الله. نقول لهم يسروا العمل للناس باش يخدموا، كي يخدموا العمل شرف، العمل كرامة، وكذلك نقضوا على بزاف مشاكل اجتماعية وحياة زوجية وكذا وكذا بسبب يعني بأزمة العمل. إذا البطالة أقصد يعني أزمة البطالة، أما كي يخدم الزوج يحس بكرامته بقيمته ويتزوج وينفق على مرته وينفق على أمواله وهكذا. هذه رسالة موجهة إلى السادة المسؤولين. أما بالنسبة لأخت الجوهر إن شاء الله وقت الجوهر في العاصمة. السكنة تاعك هذه يا أختي الفاضلة حبيتي تكتبيها على هذا الطفل اللي تكفلتي به، هذا يجوز شرعا وقانونا. ممكن دير لها دوناسيون الآن وذلك أفضل، يعني ديري هبة، تروحي للنوتير الموثق ما دام عندك وثائق، تروحي للموثق تعطي له هذه الهبة لهذا الطفل اللي ربيتيه وعندك أجر كبير. كيما عندك طريقة أخرى أنك تخلي وصية تيستامون، ولكن إذا كان خليتي وصية انتيير، إذا كان عندك غير ساكن هذا إن شاء الله ربي يطول في عمرك، ولكن التنفيذ يكون في انتيير فقط. أما الزائد على الثلث هذا يكون موقوف على إجازة الورثة الآخرين. أما سؤالها الآخر إن شاء الله تواصل معها هاتفيا. إن شاء الله. فاطمة مشلف اللي تقول العقار تاع الوالد رحمه الله ودخلوا في مشاكل هو وعمهم والآن وصلت لكور سوبريم حتى وين توفى والعم ما جاش شافهم ودوك راهي في لاكور سوبريم بوندون 5 ans. سبحان الله سبحان الله. يا الأخت فاطمة ربي يحفظك وربي يحفظ الجميع. كيما نبيلة من ألمانيا سبحان يعني الله. نعم. يعني هذا المشكل تاع العقار، واحد ما حبش يروح للعرس وواحد ما جاش للموت. واحد ما جاش للموت. نعم. يكون النزاع الشيطاني يلعب يعني يعرف يخدم هذه الأمور، يعرف يقول لا في الفرح لا في القرح. نقول لازم نكونوا جميعا يد واحدة صف واحد ضد شياطين اللي بغاو يفسدوا العلاقات ويقطعوا الأرحام. هذا عقار. وقد قلنا ونؤكد المسألة يا الأخت فاطمة والله لا بسيطة يجتمعوا باش تتحل وديا. ما دام ترسلنا ان شاء الله نسخه من الحكم ونزيدوا نتواصلوا معها ان شاء الله. كي نقرا هذه النسخه نزيد نجاوبها ان شاء الله تعالى في حلقه من حلقاتنا القادمه. نتجاوب ثلويث ارثم لله السلام ربي في اللون. والسلام عليكم ورحمة الله. بارك الله فيك دكتور، نشكرك على جلسة الصلح هذه من قناة القرآن الكريم. أطال الله في عمرك أجمعين وفي عمر المصلحين في العالم الإسلامي. وصلنا إلى نهاية هذا العدد، نتمنى أن تكونوا قد قضيتم معنا أطيب وأفيد الأوقات. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خذ نسيمة من بشار. السلام عليكم أختي الكريمة. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بك نسيمة، انتظرتينا ولكن معذرة. تفضلي نسيمة. عندك تفضلي نسيمة، عندك انشغال ولا سؤال ربما تطرحيه بالنسبة لبرنامج الصبح وخير؟ السلام عليكم. نعم. السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ، عندي الزوج نتاعي راه يسمع فيك، حاب يسقسيك. نعم. زوجك عاطل على العمل ما يخدمش، وكل خطره يدفع دوسي وكيف ما يخدم، ماشي خدام. وهذه المره ان شاء الله راه باغي يدفع واحد الدوسي وراه خايف ثاني غير كيف
علاش خايف نسيمة؟ علاش يخاف الزوج تاعك؟ خايف زعما يدفع وما تصحاش الخدمة. نعم. يقول اسك يتم يخدم يدفع الدوسي ولا ما كان له زعما يدفع في هذا الدوسي ولا ما كان له. نعم. مع ديجا كان صار لنا مشاكل انا وياه، كنا في فترة الطلاق انا وياه، الحمد لله دركا. نعم. الحمد لله. الحمد لله الحمد نسيمة. لله صالحنا ورحنا انا وياه ملاح. كان هذه المشاكل غير في اطار الخدمة. نعم. بسبب العمل. ودروك اسك هذا الدوسي مع شوية بعيد في حسين مسعود، اسك يمشي يدفع ولا يستنى حاجة قريبة ولا مانيش عارفة. نعم. نعم. ملي يطلب من فضيلة الشيخ يقول له كلمة زعما يطلع على فيها شوية المرأة. ان شاء الله. ان شاء الله يرفع المعنويات تاعو نسيمة من بشار. يرفع له المعنويات نتاعها ان شاء الله. نسيمة من بشار نشكرك نسيمة على اتصالك. الله يبارك. بارك الله فيك، وان شاء الله يكون الخير باذن الله تعالى، ويلقى زوج تاعك عمل وتعود المياه الى مجاريها بطبيعة الحال. يعني حتى ازمة العمل زيد تأزم العلاقات الزوجية. دكتور كنا عن عبد الله من فرنسا اللي قال عنده سكن في مستغانم وفي غليزان وخلاه للاجئين السوريين حاليا من الأزمة في سوريا. وراهم موجودين بكثرة في الجزائر أيضا. دكتور الأخ عبد الله نقول لك جزاك الله خير. بدينا الله يبارك الحلقة بالأخت رقية نعم. اللي فرحتنا وفرحت السيدة نصيرة. نعم. أنت ثاني جزاك الله خير سي عبد الله خويا، بارك الله فيك. إن شاء الله راك نويت باش تخلي في تصرف، يعني تحت تصرف الإخوة السوريين اللي جايين في الجزائر، هم ضيوفنا. نعم. في مستغانم وفي غليزان عندك زوج ديار ما شاء الله. نقول لك ربي يبارك إن شاء الله في إيمانك، وربي يبارك في مالك، وربي يبارك في رزقك، وربي إن شاء الله يجعل كل هذه الأعمال الصالحات في ميزان حسناتك، تجدها إن شاء الله محفوظة عند الله يوم القيامة. ربي يجازيك خير إن شاء الله. بس يا عبد الله نتواصل إن شاء الله بعد البرنامج. نعم. مسعود من فرنسا دكتور. الأخ مسعود كلمة مختصرة. سي مسعود، هذا واجبنا. نعم. خدمة الناس شرف، نسأل الله عز وجل أن يستخدمنا نكون إن شاء الله في خدمة إخواننا وفي خدمة أخواتنا، وإن شاء الله ربي يسركم الإخوة المغتربين والأخوات المغتربات باش تحصلوا على سكنات في بلادكم. نعم. وإن شاء الله نفيدكم بأي خبر في هذا الإطار، وربي يحفظك سي مسعود. وهذا هو دكتور الامباكت تاع لي زيميسيون اون ديريكت. نعم. الحمد لله. برنامج الصلح والخير. شعبان من تيزي وزول اللي قال الوالدين مثلا كي ما يباركوش، هكذا فهمت، كي ما يباركوش زواج، اسكو الزواج هذا يقدر يكون ولا لا يكون مبارك ولا لا؟ نعم والله يا سي شعبان بارك الله فيك. راك اخترت قضية مهمة جدا. نقول للشباب كي تحبوا تتزوجوا شاوروا الوالدين. هذه أصولنا الشرعية وأصولنا الاجتماعية تاعنا. نعم. النهار اللي الوالدين يرضوا بهذا الزواج يساعدك، ولكن نقول للوالدين لا بد من مراعاة الموازين الشرعية. نعم. اللي ذكرها ربي واللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أشرنا إليها مرارا. بمعنى من هذه الموازين الشرعية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تخطب المرأة لكذا وكذا وكذا، بعد قال في الأخير فاظفر بذات الدين تربت يداك. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا جاءكم وفي رواية إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض أو كبير في ولاية أخرى. هذه الموازين مهمة جدا، ولازم يكون الرضا معتبر، لأن الرضا إن لم يكن معتبرا فلا قيمة له من ناحية الشرعية. إذن الزواج كي يكون برضا الوالدين يا ما شاء الله، وما يجيش الجيل نتاع درك يقول لباباه يماه أنا نعرف خير منك. وكم من شاب تزوج بغير رضا والديه وكان الزواج نتاعو فاشل ب100% تماما، واللي يتزوج عن طريق الانترنت واللي يتزوج عن طريق المراسلة. يعني كاين حالات من الزواج الكثيرة جدا وهي فاشلة. وأحيانا الوالدين مساكن يخليهم ما يحترموهم ما يقدروهم ما يشاوروهم. نقول للشباب اتقوا الله، وفي الوقت نفسه نقول للوالدين أيضا راعيوا الموازين الشرعية في زواج ولادكم. استقبالي ثاني مثلا الشعباني كيبارك ربي عندني ذكاء ذين يشلحنا طاس أو ربي زواج يسعن البركة يسعن السرد اللي سر الزواج رارضوني مولان باش فرحا وظفرحا الدرية إن شاء الله زواجا جنسا، ولكن ذاغي مولان
إلا قد حذرن دريانسن ولا قد خدمن أغورن ذو قفريذن دريانسن يفغان زواج الحلال تاي كان سلمغا ولا كان كاي مثلا شعبان أكي بارك ربي فراي قد فيك وبارك الله فيك. فيك بارك دكتور. نبيلة من ألمانيا اللي تحدثت على عقار مشكل هذا تاع العقار مشكل عائلة زوجها تقول باللي العقار تاع شيخها وهذا العقار كان من قبل تاع بابات الشيخ تاعها عنده عقار وقسموا لولادو ثم سردت كل القضية. ولكن بعد ذلك القضية ولات قضية اجتماعية قطع نعم. الأرحام نعم. وخلافات وقطيعة بين الأبناء نعم. وحتى كاين فرح بيناتهم ورفض الشيخ تاعها باش يروح ويقول ما نروحش. هذه المشكلة ويقولوها دائما ما نعم. نروح ما نحضر موتهم ما نحضر فرحهم. سبحان الله تبدا في العقار نعم. في العقار نعم. شوف لي كونسيكونس نعم. نتيجة نعم. أنه الأرحام تتقطع وما كان لا مناسبة لا فرح لا قرح وأحيانا ربما يكونوا في القرح ولكن في الفرح ما يحضروش وهي الكارثة. ما الفائدة إذا كان داو التراب وداو الديار وداو الحوانت ولكن الأرحام تقطعت نعم. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يدخل الجنة قاطع نعم. أي قاطع رحم نعم. ما قالش ما يدخلش الجنة اللي ما عندوش الحانوت ما قالش النبي صلى الله عليه وسلم اللي ما عندوش 100 هكتار ما يدخلش الجنة قال لا يدخل الجنة قاطع معناتها اللي يقطع الأرحام وقال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر ليس الواصل بالمكافئ وربي سبحانه وصلنا بالأرحام والنبي عليه الصلاة والسلام وصلنا بالأرحام هذه اللي لازم نعطيو لها قيمة وما نخليوش التراب العقار ولا المواريث ولا كذا تكون سبب باش تقطع الأرحام التي أمرنا بوصلها وهذا هو الإشكال الكبير. نقول للناس قسموا اللي يتقسم اللي هي الأراضي العقارات والمنقولات ما تقسموش اللي ما يتقسمش اللي هو الأرحام. هذه رسالتي نعم. أما بالنسبة أختنا نبيلة أشاميني غنستثنى ذي لقصة قبيليث هي حبيت الجواب نجاوبها بالعربية والقبيلية. بالنسبة للعربية باختصار نقول هذه القضية تخضع للأحكام الشرعية معناتها عندنا شرط واحد ديال الأخت نبيلة كي تلاقاو هذا الناس كامل هذه الأحفاد وكذا والله غير المسألة بسيطة جدا نعم. كاين قواعد نتاع الميراث كاين قواعد نتاع الوصية الواجبة اللي راهي موجودة حتى في الكود لا فامي من الارتيكل 169 حتى من المادة 169 حتى المادة 172 من قانون الأسرة الجزائري. معنى هذا الأمر بسيط شرعا وقانونا. شرط واحد فقط يجلسوا المائدة نعم. هذا ما كان ونوعدك كالوقت نبيل كان يريحوا المائدة والله غير القضية بسيطة تفرى وإن شاء الله هذا فرو كلش قبيلي هذا مين غاول تما يون الشرط كان أوها ربي وكذا كي مخلفان فغانا ذي السلوغ الأولى هذا السلوغ نظاما هذا سنيني يوقي مثاد فغوث الخير تفهم الخير إن شاء الله قيمة سميع قلم ذات مثلا ثوغورا كي تسعى بوكال نغمتريكا يسعى في فراث أما ذي الشرعيث أما ذي القانون نتمورث هو قيد الوعد بديني غاول تما سيوضاسن إنسن إلى قز وين جاني جنجان وقتم زواروث في السناث أضفضون أين قلاقات تفضون أضفضون تريكا وفطونا راه تسادوي ثيرو وفطونا راه إذا مثني شركن ما تسمغرا يسعان فرحة يسعان أو هربي ذي روح إلى قاذي روح خاطر يغر تساقيها تسم زواروث دي السير ذي نولاون إن شاء الله أتيجعل ربي السبة باش ذيري ذي ولاون وما زديث ولاون الشبحان وذماون إن شاء الله أسني فكر ربي السر ذي السر ويحميني في بغيض الخير أم يفكر ربي الخير وانت خير. وكثيرا ما يرغب الإنسان في فتح صفحة جديدة دكتور بعد الخلاف والنزاع. نعم. نأخذ مكالمة دكتور من العاصمة السيدة الجوهر. السلام عليكم أختي الكريمة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك معنا في برنامج الصلح وخير جوهر تفضلي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم انتم في القناة الخامسة والله يبارك فيكم إن شاء الله. يسلمك يا عائشة. أنا عندي أسئلة نعم على واحد السكنة عندي. سكنة نعم. وما عنديش الأولاد عندي وليد مربياته وراني حيرة في ديك السكنة كيفاش نديروا له. جوهر هذه السكنة تاعك؟ هذه السكنة مكتوب على اسمي. هذا الجوهر تعيشي باش نسمعوك مليح وناخذوا كامل التفاصيل. نقصي التلفزيون باش نسمعوك مليح باسكو رانا نسمعوا صدى بينك وبيننا. تفضلي. صح.
إذا عندها سكنة وعندها الطفل يعني متكفلة به. نعم. وحبت تكتب له السكنة هذه، تكتبها له ولا ما تكتبها له؟ تكمل. نعم جوهر. نعم. هكذا قلتي عندك سكنة وعندك ما عندكش دراري، عندك طفل تكفلتي به وسكنة، المشروع تاعك أنك تكتبيها له، هكذا سمعنا مليح. هكذا حبيتي. نعم. ندير له وصية ولا نكتبها له ولا ما على باليش كيفاش. نعم. نعم. هذا هو السؤال تاعك الجوهر؟ هذا هو السؤال اللي راني نهضر عليه. مهم. وعندي مشكل واحد اخر، لا نقدر نخلي النيميرو تاعي للاستاذ. نعم. والشيخ تاعنا وابينا. نعم. واخينا. وان شاء الله يخرجني من هذا المشكل. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تخرجي من هذا المشكل. سيدة الجوهر متش من العاصمة، خلي رقم تليفون تاعك، راح زملاء تاعنا ياخذوا رقم تاعك ونتصلوا بك مباشرة بعد نهاية البرنامج. نعم سفيان. فاطمة من الشلف، آخر مكالمة لنرى في مكالمات المشاهدين. فاطمة السلام عليكم أختي الكريمة من الشلف. فاطمة. السلام عليكم أختي الكريمة، تفضلي. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. نعم تفضلي فاطمة. بغيت نسأل الشيخ عن مشكلة عقار. نعم تفضلي. عندنا العم تاعي، عندنا عقار تاع بوي ربي يرحمه. نعم. مع عم تاعي وعندنا زوج عماتي. نعم. وهو ما زعما هو في حياة الوالد الله يرحمه كانوا متنازلين على هذا العقار. كانوا متنازلين. نعم. ومن بعد توفى الوالد، وتوفى كان في مشكل معاه زعما مات. حتى درجة انه كي مات ما داش بحال زعما طلع لينا ولا شافنا ولا والو. كي توفى الوالد تاعك عمك ما جاش ليكم؟ والو ما جاش لينا. نعم. كان في نزاع مع بوي. نعم. ومن بعد احنا خلينا الاب تاعنا صغار كاع قصروا كاع. كي كبرنا دروك عاودنا طالبنا بالحق تاعنا في الارث تاعنا. نعم. دروك بغيت زعما نشوف اسكو ممكن تصلح لحد الان مازلنا في النزاع، ما انا في قضايا شحال عندنا، انا في ال5 سنوات رانا في النزاع. نعم. ودروك دائما نشرعوا ونعاودوا. دروك رانا في المحكمة العليا. ماذا بك ترسل النسخة من الحكم الأخير؟ فاطمة. نعم. تقدري ترسلي نسخة من الحكم الأخير كامل اللي صدر من المحكمة؟ الأخير تاعنا كان هنا في ولاية شلف، ومن بعد منها احنا كي ما رضيناش بذاك القرار رفعناها للمحكمة العليا. طيب تقدري ترسلي هذا الحكم؟ كيفاه نرسل؟ تفاكسيهن عن طريق الفاكس. فاطمة أحسن وسيلة، خلي رقم تليفون تاعك. نخلي رقم الهاتف تاعك. نعم خلي رقم تليفون تاعك، حنا نعطوك لو نيميرو فاكس تاعنا باش تكون المراسلة. اكتبي برك برنامج وصلح خير. ان شاء الله. ان شاء الله. خليه دروك قبل ما تكوبي، قبل ما تقطعي. ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله فاطمه ما يكون غير الخير. دائما دكتور الارحام، مشكل الارحام. نعم مع عمهم. نوصل دكتور بالنسبه لي وصلنا الى نسيمه هكذا. نسيمه نعم من بشار. نعم. وبعدين الجوهر. كملنا مع نبيله من المانيا. تقول باللي زوج تاعها بطال، ما عندوش يعني ما يخدمش، وكل ما يدفع عن دوسيه يخاف يقولوا له يعني مرفوض باش تبدا تخدم. وربما على جال هذه يصراو المشاكل العائليه، قد تكون صنع اكيد هناك انعكاسات. نعم. معلش تعليق على موضوع العمل وبعدين نجاوب الاخت نسيمه. دكتور برك 4 دقائق هكا باش ندير ان شاء الله يبارك فيها. ان شاء الله نجاوب الجميع 3 حالات اللي بقاو نجاوبوها ان شاء الله. دكتور تفضل. بالنسبه للاخت نسيمه من بشار، اولا نقول زوجك نشجعه، نقول له اطلب، هذه اسباب. اذا كان يعني دفع ملفات وما كانش عنده عمل، ان شاء الله لا ييأس. قولي لزوجك وان شاء الله يسمعنا الان وراه يسمعنا يتابعنا، قل له ونقول مباشره لا تيأس يا اخي العزيز، لا تيأس لا تيأس. قدم الملف الحاسم مسعود لاي مكان، وبعدين اذا كان
لقيت خدمة في قريبة ممكن وبعدين تتحول إلى ذلك المكان أو العمل القريب من البيت. ولكن الآن وين لقيت عمل خدم، يعني راك في القطر الجزائري، خدم الله يعينك وإن شاء الله باش ما تكونش مشاكل بينك وبين زوجتك. أما بالنسبة لموضوع العمل نتوجه إلى السادة المسؤولين نقول لهم ما قاله عمر بن الخطاب، أجمل كلمة قرأتها عن عمر بن الخطاب، قال إن الأيدي خلقت لتعمل، فإذا لم تجد في الحلال سبيلا التمست في الحرام سبلا. سبحان الله. نقول لهم يسروا العمل للناس باش يخدموا، كي يخدموا العمل شرف، العمل كرامة، وكذلك نقضوا على بزاف مشاكل اجتماعية وحياة زوجية وكذا وكذا بسبب عدم يعني بأزمة العمل. إذا البطالة أقصد يعني أزمة البطالة. أما كي يخدم الزوج يحس بكرامته بقيمته ويتزوج وينفق على مرته وينفق على أمواله وهكذا. هذه رسالة موجهة إلى السادة المسؤولين. أما بالنسبة لأخت الجوهر إن شاء الله أخت الجوهر في العاصمة. السكنة تاعك هذه يا أختي الفاضلة حبيتي تكتبيها على هذا الطفل اللي تكفلتي به، هذا يجوز شرعا وقانونا. ممكن دير لها دوناسيون الآن وذلك أفضل، يعني ديري هبة، تروحي للنوتير الموثق ما دام عندك وثائق، تروحي للموثق تعطي له هذه الهبة لهذا الطفل اللي ربيتيه وعندك أجر كبير. كيما عندك طريقة أخرى أنك تخلي وصية تيستامون، ولكن إذا كان خليتي وصية انتيير، إذا كان عندك غير ساكن هذا إن شاء الله ربي يطول في عمرك، ولكن التنفيذ يكون في انتيير فقط. أما الزائد على الثلث هذا يكون موقوف على إجازة الورثة الآخرين. أما سؤالها الآخر إن شاء الله تواصل معها هاتفيا. إن شاء الله. فاطمة مشلف اللي تقول العقار تاع الوالد رحمه الله ودخلوا في مشاكل هو وعمهم والآن وصلت لكور سوبريم حتى وين توفى والعم ما جاش شافهم ودوك راهي في لاكور سوبريم بوندون 5 ans. سبحان الله سبحان الله. يا الأخت فاطمة ربي يحفظك وربي يحفظ الجميع. كيما نبيلة من ألمانيا سبحان يعني الله. نعم. يعني هذا المشكل تاع العقار، واحد ما حبش يروح للعرس وواحد ما جاش للموت. واحد ما جاش للموت. نعم. يكون النزاع الشيطاني يلعب يعني يعرف يخدم هذه الأمور، يعرف يقول لا في الفرح لا في القرح. نقول لازم نكونوا جميعا يد واحدة صف واحد ضد شياطين اللي بغاو يفسدوا العلاقات ويقطعوا الأرحام. هذا عقار. وقد قلنا ونؤكد المسألة يا الأخت فاطمة والله لا بسيطة يجتمعوا باش تتحل وديا. ما دام ترسلنا ان شاء الله نسخه من الحكم ونزيدوا نتواصلوا معها ان شاء الله. كي نقرا هذه النسخه نزيد نجاوبها ان شاء الله تعالى في حلقه من حلقاتنا القادمه. نتجاوب ثلويث ارثم لله سلام ربي في اللون. والسلام عليكم ورحمة الله. بارك الله فيك دكتور، نشكرك على جلسة الصلح هذه من قناة القرآن الكريم. أطال الله في عمرك أجمعين وفي عمر المصلحين في العالم الإسلامي. وصلنا إلى نهاية هذا العدد، نتمنى أن تكونوا قد قضيتم معنا أطيب وأفيد الأوقات. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.